المفاجأة اللي حصلت في المباراة النهاردة انه مبكرا جدا نجح فريق نادي الشرقية انبي انه يسجل هدف عن طريق علي ايهاب في الدقيقة 22. بعدها بدقيقة او بدقيقتين بيضيع نادي الشرقية انبي ضربة جزاء بيطيح بها محمد حمدي بجوار القائم الايسر، ثم بعدها بدقيقة او دقيقتين ينجح محمد عصام انه يسجل الهدف الثاني وسط دهشة من الجميع. جماهير الاهلي اوفت بالوعد والعهد النهارده، والحضور كان جيد، نقدر نقول جيد مرتفع، ما وصلش لدرجه جيد جدا او الامتياز، لكنه جيد مرتفع، ودي كويسه البدايه مع حضور جماهير مش بطال، كويس بالنسبه للنادي الاهلي. لكنه اللي حصل قبل نهايه الشوط الاول انه مروان عطيه اطلق صاروخ من يعني الاهداف الاوروبيه اللي نادرا ما تتكرر في ملاعبنا المصريه. هدف مفيش اجمل من كده، مفيش احلى من كده، قرب النتيجه الى 2-1، وده كان افضل حاجه للنادي الاهلي انه يخرج على الاقل بفارق هدف وليس هدفين. مع بدايه الشوط الثاني ده كان في الدقيقه 34 لمروان عطيه. الشوط الثاني ضغط مستمر 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 للنادي الاهلي، وتالق من عبد الرحمن سمير حارس مرمى انبي اللي انقذ اكثر من فرصه، خصوصا من كريم فؤاد ومن اشرف بن شرقي، ولكن الاهلي ظل على هجومه وعلى محاولاته وتحقيق هدف التعادل الى ان جاء خطأ بدون داعي خالص من تمساح احمد تمساح مدافع فريق نادي الشرقيه انبي، حازم تمساح عفوا، عشان يحتسب الحكم محمود ناجي ضربه جزاء، وكان قد احتسب ضربه جزاء ما قلت لكم لنادي الشرقيه انبي. نجح زيزو في ترجمتها بمنتهى البراعه والمهاره والهدوء الى هدف ثاني. الحقيقه اقدر اقول انه فضل الاهلي على هجومه وعلى ضغطه على الشرقيه انبي. طبعا الاهلي ما سكتش، ضغط الاهلي على الشرقية انبي قدر يولد الاخطاء للمنافس وقدر يتعادل ويفوز، يعني ريمونتادا حلوة جدا جدا للنادي الاهلي. طبعا هدف مروان عطية الصاروخ ده طبعا هدف اوروبي دايما نادرا ما نشوفه في ملاعبنا المصرية. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير الاهلي، مبروك لكل مشجعي النادي الاهلي في كل مكان. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الاهلي. اتحدى لو في اهلاوي كان متوقع انه هيكسب. مبروك للاهلي، ما بينفعش ما بينفعش الاهلي ما بيخسرش، ما بينفعش. خشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الأهلي نادي القرن في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. صدمة عمرو أديب بعد فوز الأهلي النهاردة على انبي الشرقية أو الشرقية انبي النهاردة ب3-2، وفيديو مهم جدا ومباراة غير متوقعة وعودة الأهلي لعوايده. نسمع ونتابع، وفيديو مهم جدا جدا. الأهلي كله رجال، مباراة متعبة للأعصاب، مباراة صعبة جدا، وكل التوفيق للأهلي العريق. طبعا الاهلي النهارده يعني غلب بصعوبة جدا، كان مغلوب بهدفين في الشوط الاول، ولكن الاهلي قدر يعود للمباراة وقدر يرجع للمباراة بتنظيمه، بشخصيته في الملعب، بتاريخه، بروح الفانلة الحمراء. حاجة النهاردة كانت ماشية بتقول ما ينفعش ما ينفعش، والاهلي ما بيخسرش. الجمهور ده ما ينفعش ما ينفعش قدام دول الاهلي ما يخسرش. طبعا جمهور الاهلي العظيم هو سر الفوز النهارده، ما ينفعش ابدا. خش بقى يمين خش شمال ما يجيبوش غير الاهلي. الاهلي لازم يكسب، الاهلي دايما عنده التوفيق، الاهلي رجاله. النهارده لعب قوي عظيم. طبعا في الشوط الثاني كان في تراجع، طبعا في الشوط الثاني كان في مشاكل، طبعا في الشوط الثاني قلبنا وقع على بينالتي في الاخر. دايما هنشوف النجم الاعلامي الكبير احمد شوبير النهارده وهو بيعلق على مباراة الاهلي والشرقية انبي، بيقول ايه الجمال ده يا سفيان، ايه الجمال ده يا قفشة،
النهارده محمد مجدي قفشه عمل مباراة يعني ما شاء الله النهارده قوية جدا، وقدر فعلا يرجع لمستواه الحقيقي اللي هو مجدي قفشه، طبعا صاحب الضربة القاضية في مباراة الشهيرة بتاعة نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك. النهارده مجدي قفشه فعلا قدر يثبت ان هو لسه موجود في الملعب، لسه موجود في شخصيته. هنشوف احمد شوبير بيقول ايه. كل الوعود والعهود، مباراة بدأت بمفاجأة ثم مفاجأة ثم مفاجأة. طبعا مفاجأة فعلا، لان الاهلي كان متأخر بهدفين في الشوط الاول، ولكن قدر النادي الاهلي برجالته بلاعيبته بجهازه الفني بتنظيمه ان يرجع للمباراة ويتعادل، ثم يغلب بثلاثة اهداف مقابل هدفين. الاهلي كده ان شاء الله اول مباراة ليه في الدوري المصري 2026-2027 3 بونت. طبعا ده يعني دي اهم حاجة كنا احنا محتاجينها. وطبعا الزمالك اتعادل امبارح مع الاتحاد السكندري، والاهلي دايما بيفرض سيطرته وراجع للدوري من جديد.